السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ طبعا رجعت لكم بعد غيبة طويلة. راجعت لكم بكل اشتياق وكل لهفة. إن شاء الله نرجع على روتيناتنا الجميلة، ورمضان مبارك علينا وعليكم، واللهم يبلغنا رمضان احنا وياكم وجميع المسلمين يا رب. ونبدي الفيديو ونقول بسم الله. عندنا هنا مؤونة رمضان. طبعا هي هاي الأيام الحلوة اللي الكل يتجهز لها ويروح يجهز الرمضان، ونحضر الأشياء اللي نحتاجها. طبعا أنا جبت أشياء اللي بسيطة اللي محتاجتها. هنا جبت هاي الكيكة جاهزة، يصير خليط كيك جاهز أكيد. الأغلب جايبي. وهنا جبت هاي عندي طبعا كريمات، كريم شانتي، وجبت كم نوع كاستر، يكون أطعام فراولة وفانيلا. هنا عندنا هاي البقوليات، فاصوليا على حمص على كشمش. هنا عندي هذا برغل خشن كلش أحبه، همين جبنة. وجبنا هذا الجوز الخشب بعده طبعا بكشورة. أنا عندي لب وجبت هذا. هنا هيل، وعندي هاي بيكربونات الصودا، وعندي نشا، وهذا نعناع، والأغلب يسموه بطنج. طبعا هذا كيس الاندومان جبت 2، جبتهن هيج، سويت واحد أكلته وبقى واحد. جبت شاي، وجبت هذا الباكيت يكون أظرف بيكنج باودر، جبت كمية. وباقي المكونات على دبس رمان، على حامض ليمون، على شطة، على دهن، على راشي، وهاي الأشياء. وأخذت هذا القلاص الفافون كلش عجبني، همين أخذته. وأخذت هاي الدولكة الستيل لللبن إن شاء الله برمضان. وجبت هاي القلاصات شكلهم بسيط، مال هيجي شغلات عادية. طبعا هنا ردت أروح على أهلي أنا وأختي، فردنا نسوي لهم خلية النحل. هنا عندي 3 قلاصات طحين وخمرة وحليب وشكر وملح ضفتهم، وبيضة، وقلاص حليب. طبعا أنا نفس الحليب الباودر خففته بمي، ويا الطحين خليت حليب باودر، وخليت هذا خاثر استكان مال شاي، وهمي خليت ربع كوب زيت. وهنا خلطت كل المواد. وهذا الزبد هسه اشوفكم ايش وقت راح اخليه. بنات اعتمدوا هاي العجينة بالمعجنات تجنن. بعد ما عجنتها وتجانست كل زين، بقيت الزبد اخير شي وخليته بالعجينة، وراح اعجنها على كيفي لمدة 10 دقايق او اقل، تنطيني قوام وعجينة تصير تخبل هشة. وإن شاء الله راح تشوفوها شلون تصير. بعد ما عجنتها كل زين وجانست الزبد ودخلتها بيها، دهنتها بزيت وخليتها ترتاح أكثر من نص ساعة. وهنا شكلتها بعد ما ارتاحت، وأخليها تختمر وأشويها. دهنتها طبعا ببيض وحليب، وخليت سمسم على الوجه. وعندي هاي زادت من العجينة، هسه أسويها شرك أو الجبن وتشوفون النتيجة. وهنا طبعا أمي إن شاء الله تريد تروح عمرة، فرادت مني كليتشة. أنا مسويتها أكثر من مرة. هنا عندي طبعا تقريبا كيلوين طحين، خليت هيل وحبة حلوة وخمرة شوية وملح. وعندي هذا كيس البيكنج باودر وكيس فانيلا هم خليته ويا الطحين. راح أخلط الطحين ويا كل المواد الجافة. وهذا زبد هنا عندي 5 باكيتات ذوبته، بس أهم شي يكون مو حار. هنا عندي مبروش وجوز، وخليت له هيل وشكر. وهذا الطحين الكيلوين ويا المطيبات كلها خلطته، وهسه أضيف له الزبد. طبعا الزبد بنات اسم دافي، المهم ما يكون حار. وخلطته بالخاشوقة، وهسه أرجع بإيدي أفتت الطحين بالزبد
حتى العجينة مالت الكليتشة تصير هشة. وأنا طبعا ما أخلي لها حليب، أعجنها ماي فقط. هنا بعد ما مثل ما قلت لكم فتفتتها بالزبد وخليت لها المي، أضيف شوية شوية مي بالتدريج. هذا كان شكلها وريحتها تجنن بالمطيبات. هسه أقبضها وأخليها على صفحة تاخذ راحتها نص ساعة. هنا عندي هذا التمر خليت له هم زبد وسمسم وحبة حلوة وهيل حتى نطيب طعمه، وخليت له تقريبا 4 خواشي قراشي. عجنته طبعا النوى والوردة مالتي بعد ما طلعتها. وهاي بعد ما ارتاحت العجينة نص ساعة شكلتها ودهنتها بالبيض والحليب وشويتها. وطبعا الطعم والشكل يجنن. صح ما عندي بنات، نسيت أصورها شكلها، بس هسه إن شاء الله تشوفون الفيديو وهي موجودة إنه إحنا خلينا ويا التعلولة من هاي الكليشة والشكل يحكي. طبعا هاي عجينة خلية النحل، وهاي الزادت اللي قلت لكم راح أسوي بيها شرك أبو الجبن والكرفس. ما احكي لكم بنات، اسفنجة مو عجينة. هذا شكلها. طبعا اني دهنتها شوية بشيرة بالوجه، والكم الاختيار، اللي يحب يخليه حليب مكثف، يحب يخليها سادة، او اللي يحب يدهنها بشيرة. وهذا الشرك باعوا بنات شلون صارت من جوا تجنن، وباعوا من الداخل عبالك اسفنجة والفقاعات اللي بيها. طبعا أنا قلت لكم هاي خلية النحل حضرتها لأهلي، احنا واختي سويناها وسويت كليتشة لأمي، لأن أمي إن شاء الله ماشية عمرها الله وياها. فرحنا هناك لقينا أمي مسوية برياني العشاء لأن كنا كثيرين، وأخويا شاوي دجاجة على الفحم. وقلت خلي أصور شوية يمه، فطلعت شوية يمه كان يشوي. قمت أصور شوية. وهناك كمل العشاء. طبعا أمي مسوية برياني وهم شاوية دجاج بالفرن بواحد. وهاي كان عشانه، وألف الحمد لله والشكر، وربي يزيد النعمة ويديمها ويحفظها من الزوال إن شاء الله. هذا كان عشانه، واللمة الحلوة لمة الحبايب. وهنا حضرنا التعلولة. طبعا هنا بنات أخويا احنا كنا محاضرين كل شي، فهم حبوا يقدموها. مثل ما تعرفون إن شاء الله رمضان على أبواب، اللهم يبلغنا رمضان احنا وياكم وجميع المسلمين، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. فحبينا شوية نخلي بصمتنا وتبقى هاي اللمات الحلوة برمضان أو غير رمضان. فهنا سوينا طبعا حلاوة الشعرية وهاي الكليتش اللي قلت لكم عليها، وشوية على شامية، وهاي خلية النحل اللي سويتها وياكم. وهنا كانت لمتنا. طبعا كلكم تعرفون انه بيت الاهل هو الشي المميز بيه والحلو من تصير هاي الجمعات الحلوة، الأخوة والخوات وأطفال الأخوة يعني هي هاي الأجواء الله يديمها علينا وعليكم إن شاء الله يا ربي. وهسه سوينا قهوتنا وقعدنا نشرب وقعدنا سولفنا وضحكنا وتونسنا الحمد لله والشكر. وطبعا هذا كان ثاني يوم اللي هو إن شاء الله آخر جمعة نختمها وياكم. هنا طبعا راحت أمي جابت ريوق، وأني قعدت حضرت الشاي. هي قالت أني رايحة أجيب ريوق، انتي حضري الشاي وحضري باقي الأشياء اللي يمك الماء أجي. هنا قمت أول شي خدرت الشاي حتى يخدر زين، وبعدها قدمنا الريوق. وهذا كان ريوقنا، سهمنا وسهمكم إن شاء الله ألف عافية. هنا حبينا نختم الريوق قبل رمضان مثل ما قلت لكم.
هنا طبعا همينا كنا ملتمين بس مو نفس اللمة مالت الليل. والحمد لله والشكر على النعمة. واللي وصل لهنا لا ينساني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وإن شاء الله نلتقي على كل خير يا ربي. مع ألف سلامة.